السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحبتي الكرام. يا ريت الكل يشارك هذا المقطع وينشره. طبعا أنا قناتي لله الحمد والمنة لاغي فيها الدعايات ولا أتقاضى فلسا واحدا، يعني عاملها لوجه الله وليست تجارة وليست دعاية وليست شهرة، إنما هي قناة دعوية بحتة لا أتقاضى فلسا واحدا لله الحمد والمنة. لأنه بتجينا بعض التعليقات من حمقى وجهلة، لأنه لولا ما هو جاهل وأحمق لا يتكلم إنه هذه القناة قناة ارتزاق. ليش؟ لأنه ملغي الدعايات نهائيا. أي واحد يفتح القناة عندي يجد إنه الدعايات ملغاة بالكامل. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل عدة سنوات أنه الخميني أصله هندي ومن عائلة سيخية، وتكلمنا عندما أتى الخميني على ظهر الطائرة الفرنسية واستلم زمام الأمور في إيران، غير العلم الإيراني من أسد إلى علم معابد السيخ في الهند. انظروا إلى علم إيران وانظروا إلى معابد السيخ في العالم تجد نفس الشعار. تكلمنا قبل عدة سنوات، ولكن اللي أجر عقله وأجر نفسه ورهن نفسه للفكر أو قوقع نفسه داخل مذهب أو معتقد، هذا ما إلنا شغل فيه. اللي أجر مخه، أجر الطابق الأول والثاني والثالث للمراجع ولشيوخه، هذا ما إلنا شغل فيه. إحنا نتكلم ونخاطب العقلاء فقط، لا نخاطب الحمقى والجهل والمجانين، نخاطب العقلاء فقط. طبعا الآن راح تشوفوا معي فيديو أحد مراجع الشيعة الكبار يتكلم بصراحة إنه الخميني من أصول هندية وهو سيخي وأبوه سيخي وأجداده من السيخ. كيف صار سيد؟ كيف لبس العمامة السوداء؟ نحن نعلم والكل يعلم أن بريطانيا الراعي الرسمي للتشيع، كما هي الراعي الرسمي للجماعات التكفيرية والإرهابية والراعي الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين. معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين موجودين في بريطانيا، وأموال جماعة الإخوان المسلمين تدار داخل بريطانيا. معظم المراكز اللي فيها تبرعات موجودة أموالها في بريطانيا، كما أنه معظم أموال الخمس، مؤسسة السيستاني، مؤسسة الخوئي موجودة في بريطانيا. احنا بنتكلم عن مئات المليارات، ما بنتكلم عن ملايين أو مليار أو مليارين، نتكلم عن مئات المليارات موجودة داخل بريطانيا وتستفيد منها الحكومة البريطانية فوائد وكذا وكذا. فكما أن بريطانيا الراعي الرسمي للتشيع في العالم، وشفنا أول ما صار الغزو الأمريكي للعراق رأينا معظم القوات التابعة لبريطانيا موجودة في المناطق الشيعية، وكانوا يتغدوا ويتعشوا مع المراجع. الخميني والده كان يعمل في السفارة البريطانية في الهند. كيف صار مرجع؟ كيف صار سيد ولابس عمام السوداء؟ كما تعلمون العمام السوداء يعني سيد يأخذ الخمس. وكيف صار إله؟ فجأة صار إله يؤلهوه، وصار له معبد وقبر ويتمسح في هذا القبر ويعبد من دون الله. كيف صار فجأة سيخي؟ والده كان يعمل في السفارة البريطانية، فجأة أصبح مرجع، فجأة أصبح مرشد، فجأة أصبح أكبر مرجع في العالم لدى الشيعة. كيف انتقل شعار معابد السيخ إلى العلم الإيراني؟ الكل راح يشوف معنا معظم معابد السيخ في العالم شعاره نفس شعار الموجود داخل علم إيران. هاي رسالة للعقلاء، ما بدنا المخابيل والمجانين واللي أجر عقله، ما بنخاطبهم هذول، لأنه خلص زي ما قال أهل العلم: ذهب ما أوهب سقط ما أوجب. إذا ذهب عقلك سقط التكاليف. إنسان مجنون هذا لا يؤاخذ
ولا يعاتب، لأنه اللي بده يعاتب واحد مجنون بده يكون مجنون زيه، زي ما بقول اللي مجرب عقله مخرب. احنا بنخاطب العقلاء. كيف واحد سيخي فجأة صار له عمامة سوداء، فجأة صار رئيس إيران، فجأة بنقل شعار السيخ، معابد السيخ إلى علم إيران. الكل يشوف، أي واحد شيعي الآن يفتح على الجوجل شعار السيخ ويشوف شعار إيران نفس الشيء. فحبيت أدعم كلامي بفيديو أحد مراجع الشيعة الإيرانيين يتكلم بصراحة، يتكلم عن حقيقة الخميني ومن وين إجا. وهاي رسالة للشيعة ورسالة لأهل السنة. ليش الناس الآن غارقين بحلم إيران إنه إيران راح تحرر؟ جماعة الإخوان المسلمين بيحلموا الناس إنه جماعة الإخوان المسلمين راح تغير واقع، ما بيعرف إنه هؤلاء أدوات بيد المستعمر. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا نشكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الحكام الذي كشف المخطط الإخوانجي. لذلك أي موقع أو أي قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو صحيفة أو حتى فضائية بتلاقي أول شيء بكفروا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد دولة الإمارات، محمد بن زايد. ليش؟ لأنه كشف المخطط، فضحهم، هدم إمبراطورية جماعة الإخوان المسلمين الشيخ محمد زايد، ومن بعده سمو الأمير محمد بن سلمان، ومن بعده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لذلك دائما قنوات جماعات الإخوان المسلمين بجميع فروعهم يكفرون هؤلاء الثلاثة ويحذرون من هؤلاء الثلاثة: محمد بن زايد، محمد بن سلمان، عبد الفتاح السيسي. مش حبا في الدين، لا، لأنه كشف أمرهم وفضح أمرهم. خلينا نشوف هذا المقطع، مرجع إيراني كبير يتكلم بصراحة من هو الخميني. وإلي حلقة بعدها بإذن الله عز وجل راح أتكلم كيف الماسونية والمخابرات البريطانية أسست جماعة الإخوان المسلمين. شوفوا معي هذا المقطع وبنختم في البرنامج. گویا شما درباره سابقه و نسب و ملیت آقای خمینی تحقیق نوین انجام دادید. در این پژوهش جدید شما چه چیز تازه‌ای رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور، منطقه اترا پرادشه، یوپی، در اونجا که از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه است برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودن، اما بعدها به وسیله ایادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی، نمیدونم، در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار. بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میپیچند، بعضا سفید، بعضا سیاه، بعضا زرد، سرخ. غایتا باید این جد خمینی اول با هم پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران به خیال اینکه اینا ساداتا آقا گفتن که این در خاندان او مونده. و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته. اوائل امضا میکرد روح الله المصطفوی الهندی. این امضای خمینی هنوزم هست در ایران. اما مصطفوی به عنوانی که اسم پدرش مصطفی بوده، خودش رو مسما به پدر میکرد. مصطفوی به هندی هم که هندی الاصل بوده. بعدها که امضا میکرد میگفت خمینی الموسوی، روح الله الموسوی الخمینی. حالا این موسوی بعد از کجا آمد
پسوندی برای اسم خمینی شد، اینو دیگه باید الان، حتی الان در حال حاضر هم مثل که پسندیده زنده است، از او بخواهند تا او تشریح کنه که این از کجا موسوی بعد آمده تا نسبی برای او از نظر هاشمی باشه. او به طور کلی من همونطوری که در کتاب فلسفه تحولات در ایران نوشتم و تحقیق کردم، اینا از اول از خاندان هندو بودند و هیچ ارتباطی با اسلام نداشتند.